بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله ليبين للناس ما به يهتدون. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأرسل رسله ليخرج الناس من ظلمات الجهل والضلالة. قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وأرسل رسله ليبينوا سبيل الله عز وجل فتسلك رحمة بالناس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ضمن الله عز وجل للمتمسكين بالكتاب والسنة أن يهديهم سبيل السلام وسبيل الأمن، وأن يزيح عنهم عقبات الطريق، ويزيل عنهم ظلمات الطريق. وكل ذلك عن طريق الرسل، فالرسل مبلغون عن الله عز وجل ويهدون الناس إلى صراط الله عز وجل المستقيم. وهذه هي حقيقة الأمن. حقيقة الأمن والأمان أنه لا يكون إلا بإقامة توحيد الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل. ولا يكون التمكين في الأرض إلا بإقامة التوحيد، توحيد الله عز وجل وطاعته جل وعلا. وقد بين الله عز وجل بأن الاهتداء إنما يكون بالوحي. قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه عند هذه الآية: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وعدم الضلال في الدنيا وعدم الشقاء في الآخرة، هذا هو الأمن، وهذا هو الأمن الحقيقي. إنما يكون بطاعة الله عز وجل وبإقامة توحيده في الأرض. ولذلك امتن الله عز وجل على عباده بأن أنعم عليهم بنعمة الأمن والأمان، وامتن على خلقه بذلك. فامتن على قريش أن من عليهم بنعمة الأمن في حين كان غيرهم في خوف وكان غيرهم في تخطف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون
وبنعمة الله يكفرون. فبين الله عز وجل بأن المسدي للنعم وهو الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأن مقتضى أن أنعم الله عز وجل عليهم أن يفردوه ويوحدوه وأن يعبدوه عز وجل، وأن لا يصرفوا العبادة إلى غيره. قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فبعد أن قررهم بنعمته عليهم قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي أنهم إذا أرادوا دوام الأمن ودوام الاستقرار فعليهم بعبادتي وبعدم الإشراك بي. وبين الله عز وجل بأن حقيقة الأمن وحقيقة الأمن المطلق وحقيقة الانتداء المطلق إنما يكون بتوحيده جل وعلا. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين بأن الأمن التام والانتداء التام إنما يكون بترك الظلم في حق الله عز وجل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بالشرك، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة وظنوا بأن الظلم بجميع أنواعه بما يشمل ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره داخل في هذه الآية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فبين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمن والاهتداء إنما يكون بترك الشرك وبعدم صرف العبادة إلى غير الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا بهذه الآية أن الظلم العظيم وأعظم الظلم إنما هو بالشرك، وجميع أنواع الظلم لها قسط في الشرك برب العالمين. فالشرك فيه ظلم في حق الله عز وجل، لأن الذي يصرف العبادة إلى غير الله عز وجل يتقرب إلى غير الله عز وجل، ينذر لغير الله عز وجل، يذبح لغير الله عز وجل، هذا ظالم في حق الله عز وجل، لأنه صرف ما هو من حق الله إلى غيره من المخلوقات الضعيفة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق أوجبه الله عز وجل على عباده. وبين بأن تحقيق العبد للتوحيد يكون له به الأمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم ويدخلهم الجنة. وهذا هو حقيقة الأمن، دخول الجنة وأن يغفر الله عز وجل لعباده. كل هذا إنما هو مشروط بتوحيد الله عز وجل. وبين الله عز وجل بأن التمكين في الأرض إنما يكون بعبادته جل وعلا. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أي أن العباد إن أرادوا الأمن، إن أرادوا أمن العباد والبلاد فعليهم بعبادة الله عز وجل. وبين الله عز وجل هذه الحقيقة في عدة آيات من كتابه. وبين الله عز وجل بأن حقيقة الأمن
المطلق وحقيقة الاهتداء تكون أيضا كما هي مشروطة بعبادة الله عز وجل وتوحيده، فهي مشروطة أيضا باتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وباتباع منهج السلف الصالح، منهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن اتبعهم بإحسان. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي لا أمن له ولا اهتداء. ومن أراد الأمن والاهتداء فعليه بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل صغيرة وكبيرة، وعليه باتباع سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قرن الله عز وجل اتباع السنة باتباع سبيل المؤمنين، وجعل مشاقة السنة ومخالفة السنة تكون أيضا بمخالفة سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقارن بين الأمرين للزوم كل واحد للآخر، وأن أحد الأمرين لا يقع ولا يتحقق إلا بتحقيق الثاني. ولا تكون متبعا للسنة إلا إذا كنت ملازما لسبيل المؤمنين ومتبعا لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. ولا تكون متبعا للصحابة رضوان الله عليهم إلا إذا كنت متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشترط الله عز وجل لتحقيق الإيمان أن يكون إيماننا موافقا لإيمان الصحابة، فقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي أن كل من يأتي بعد الصحابة فلا بد أن يكون لحصول اهتدائه ولحصول أمنه لا بد أن يكون إيمانه موافقا لإيمان الصحابة، أي متبعا لهم في عقيدتهم وفي عملهم وفي سلوكهم بقدر استطاعته. هذا هو حقيقة الأمن والاهتداء.